يلا هيقول كلمة بقى. يلا كلمة للشباب الجديد. أنا الحقيقة سعيد جدا. امبارح كان عندي في الدورة التدريبية لمجلس الدراسات السياسية مجموعة من طالبات وطلبة العلوم السياسية. قلت لهم ده حوار بين مثقف ثمانيني وبين جيل الشباب. الأمل في جيل الشباب، وإحنا بنعمل نوع من الجسر او زي ما بيقولوا ساعد في عبارته الشهيره. ده معناه ان احنا بره الموضوع. احنا لا جيل الشباب ده في بعض. انا جاي لك. هو سعد ابراهيم كان ليه مقاله زمان اسمها تكسير الفجوه بين الامير والمثقف. احنا من تكسير الفجوه بين العجائز والشباب. فاحنا مهمتنا نقل الخبره لهذا الجيل الجميل من الشباب اللي ابدعوا ثوره 30 يونيو طبعا، واللي نزلوا في الشوارع لدعم القوات المسلحه العظيمه طبعا، واللي انقذوا البلد من كارثه كادت ان تودي بها. طبعا. نحن نحيي ما حدث لدعم الدوله ودعم المجتمع بفضلكم جميعا وفضل اجيال الشباب. اشكركم جميعا. كلمه بعد المستشار تاني الجبال. يعني احنا مدينين لهذا الجيل من الكبار، من رموز الاستناره، رموز الفكر اللي علمونا كل الحروف، اللي من خلالهم بنينا وعينا وبنينا انتمائنا وعرفنا من نحن. استاذ سيد ياسين اكبر من اننا نتكلم عنه اي كلمات، الله يخليك، لانه رمز لجيل باكمله، وهذا الجيل احنا ممتنين ليه وسنظل عمرنا كله ممتنين ليكم لما تعلمناه على ايديكم وما زلنا نتعلم فيه. وربنا يخليكم لمصر وللامه العربيه وللثقافه العربيه، وتكملوا العطاء لاخر لحظه ان شاء الله. دكتور سعد الدين ابراهيم اتفضل. انا طبعا سعيد ان انا بشارك في هذه المناسبه، واحنا رحلتي مع سيد ياسين قاربت نصف القرن. من 75 سنه اللي انا عشتهم في حياتي تقريبا 45 سنه الا قليلا مع الاستاذ سيد ياسين. وبدأت الرحلة في بيروت، ثم في القاهرة، ثم في لوس أنجلوس، ثم في برينستون، ثم عودة إلى القاهرة، وفي هذا المركز الجديد العريق اللي مع هذا الصديق الوفي ومع هذه النخبة من الشباب. فأنا بهنيكم وبهني الأستاذ سيد على أنه معنا، وأرجو أننا نحتفل إن شاء الله بعيد ميلاده المائة إن شاء الله. بمناسبة تكسير الفجوة بين الشباب والشيوخ، يعني أذكر واحد بيخطو خطواته الأولى نحو البحث العلمي. كلما كتبت كتابا كان أول أحد أروح وأقول لك أديله نسخة من الكتاب كان الأستاذ سيد ياسين في مكتبه في الأهرام. ناس كتير كانت تاخد الكتاب، اللي يقراه واللي يركنه على جنب واللي كده، من منطلق المنافسه احيانا ومن منطلق انهم شايفين انه يعني ما احنا كلنا بنكتب وكلنا بنشتغل. وكان الوحيد الذي يحتفي احتفاء كبيرا سواء في الاهرام او في القاهره او في كذا مكان من اللي بيكتب فيه الاستاذ سيد، هو الوحيد الذي كان يحتفي، هو والاستاذ مكرم ومجموعه الكبار الحقيقه كانوا يحتفوا، وكان اولهم الاستاذ سيد، وكثيرا ما قدمني الى الناس واحتفى بما كتبته من كتب. كل الشكر والتقدير للاستاذ سيد. بسرعه يا بابا، قلت لهم ايه؟ مفيش حد.